يا رب تكونوا بخير. تحياتي لكم من قناة اوكي شانل، يا رب تكونوا بخير. اليوم الموضوع على المستشفيات بالعراق. مو مستشفيات، مجازر، مو مستشفى، والله مو مستشفى، مجزر. يا اخي بدول العالم من الطب مستشفى نفسيتك ترتاح. انت مريض فرايح المكان فترتاح نفسيتك من الراحة مال المستشفى. مو رايح المستشفى حتى تتمرض بعد اكثر، يعني خاف انت مريض بشغله بسيطه لا يزود عندك المرض، يعني يتفاقم. رغم هذا هم قابلين، يعني ما قلنا شيء، اوكي راح المهم اروح المستشفى. المهم اكو دكتور بالمستشفى حيعالجني رغم انه هي مستشفى خايسه، بس اوكي راح اروح لها. يعني تروح للمستشفى طبعا خاصه ببغداد، يعني انا دا احكي ما اعرف عن المحافظات، يعني غير تلقى مستشفى مفتوحه بوجهك، بوجهك الطب قبل المستشفى. انت مريض مثلا تريد تموت فالطب المستشفى لا، راح تلقى سيطرة بأم المستشفى، بأم الباب، وجنود وحرس وشرطة واقفين لك. خير ماكو شي، لا والله ماكو شي، هيجي لحالي جيت ازور المستشفى، مو والله جيت اشوف المستشفى، يعني ما شايف مستشفيات قبل. شنو خير يعني غير اني مريض جاي ادخل المستشفى، يعني شلون مثلا، يعني شلون مثلا تريدني اجيك، يعني مثلا قول وصلت له الفكرة وقلت له اني مريض او وياي شخص مريض اريد انطب المستشفى، شنو يعني ايش تتوقع؟ ايش راح يقول لك؟ ايه تفضل انت مريض، مريض جيبوا له السديه مثلا. لا حبيبي، لا ماكو هذا الحكي، احنا ببغداد. قبل راح يقول لك جايب كتاب من عمليات بغداد، مجلس بلدي، من المحافظ، جيب لي كتاب من كل هاي الاماكن بعدين اطبق المستشفى. عوالك تايه المستشفى، يا اهل اللي طاب طالع بالمستشفى لو لعب جهايه مستشفى حبوا يا عمليات بغداد. دا اقول لك دا يموت ويا واحد راح يموت، يعني شلون يعني غير افتهم غير هاي مستشفى واحد يريد يموت او واحد مريض اجيبه ادخل بيه قبل شنو كتاب عمليات بغداد؟ يعني شو دا حارب اني مثلا لو شنو دا اسقط دوله لو نقول الامن اللي بالباب اقتنعوا. تريد تفوت المريض حب اللحظه، المريض يطب الوحده زين دا يزحف على ركبه ما يقدر يمشي، ما يتنطب وياه الوحده يطب كيفك انت الوحده. قول اعطينا 5000 وطبينا ويا المريض، مو رشوه لا 5000 يعني اعتبر نفسك رايح للزورات تلعب في لعبه او اي مكان، ما تعطي فلوس انت طاب وين المريض للمستشفى. لك هاي مستشفى هلا بالله لك تعرف شنو مستشفى؟ بعد ما اجتزيت كل هاي الخطط الامنيه وعمليات بغداد والمجلس البلدي طبيت للمجزره. هنا تبدا المعركه، باتل فيلد مو مستشفى، والعالم تركض واستديان وناس تركض وجرحى وقتلى ودمار شامل، يعني مدينة طبيت على مدينة منكوبة مو مستشفى، والله العظيم مدينة منكوبة. يعني المريض اللي صار عنده تبول لا رادي قام ما يشعر بعد، طلعني بوس لك بابا سيدة انت مو مريض وانا جايبك، لك شنو كل شيء ما بك صير الزين؟ اي صير الزين اي، بس طلعني من المستشفى حقه انت ما شايف المستشفى اللي يرموك؟ لا معارك جوا داخل المستشفى، معركة صايرة. نقول قنعت للمريض وقلت له اهدى واخذتك على مكان على سطح ساتر هيجي صبات وهاي، وقعدت وراه وقلت له ابقى هنا بين ما راح ادور دكتور واجي لا تتحرك واقول الله يخليك لا تحومني ما تروح بس ما بس قال لك دكتور انت. هنا راح تبدا مرحله البحث عن دكتور، يعني بغابه تدور دكتور قتال الله عليكم ماكو دكتور. وين اكو دكتور هنا؟ وين طابته؟ شوفوا مستشفى هاي لو غلطانه وين طابه؟ اريد دكتور هذا حيموت والله. بعد معاناة لقيت دكتور، الحمد لله دكتور طبيب، يعني دكتور يعني يداوي الناس. السلام عليكم دكتور، شلونك؟ شلون صحتك؟ دكتور انت؟ ايه ابني دكتور، خير خماكو شي، شكو جاي شو تريد؟ شي ما مبين عليه دكتور؟ والله صراحة مبين عليه دكتور، يعني ما انت دكتور مستحيل، لابس بلطو ابيض وملطخ بأم الدم، يعني اذا اشوفه يعني حقه مريض اطفر، مو الدكتور مستحيل ولا دكاتره، يعني معقوله؟ اوكي عمي ملطخ دم ما ملطخ دم، هنا تبدي مرحله اللغه دكتور، يعني دكتور يعني سهله دكتور اصلا ما عليك، حتى هو مو دكتور عندنا مريض هنا يعني راح يموت، شو نسوي له؟ يعني اجيب لك اياه تشوفه لو يموت بعدين تشوفه قبل. اوه وتالي لكم شنو هالمرض مرض شنو بابا على كيفكم بالمرض؟ خليه قاعد خليه بعدين اشوفه، يلا وانت اطلع برا يلا برا. شلون الناس لا تستحي لابد. دكتور راح يموت، يعني لا خليه بعد 5 دقايق يموت دكتور الله عليك شوفه.
افتح الجهالك شوفه. تقدر حيموت تقدر. وشنو قابل يعني واذا مات؟ اول عراق يموت هو، بعدين وين واحد لاقيه يموت بين اهله؟ عنده تتفجر وما حد يلقاهم. روح بابا اقعد يمه لحد ما يموت واخذه توكل بالله ودفنه، اقلها يلقى له واحد يدفنه. عادي؟ يعني خليه يموت؟ هم صدق. احتمال هو مات اصلا هسه. يعني احتمال. بهالحالة لازم تلقى لك واحد واسطة بالمستشفى يدبر لك امر. ماكو غير السيسترات ذني السيستر على اساس ان الممرضات يعني. هاي اذا تصلحها ب5000 تجي لك دكتور من جو القاع وتخليه يعالجك وانت مرتاح وتطوب الغرفة كلها هيك سبيشل يعني تعرف شنو؟ VIP غرفة. فانت مضطر يعني انه تتلوقها فما تقول لها مثلا سيستر لا دكتورة عيني بس هنا عندنا الوالد او احد مريض يعني راح يموت وهاي فشلون ندبر امره يعني 5000 دينار. اي يمه صدق كذا استريح لك هلا بعطنا 5000 استريح اجيب لك انا على ابو الدكتور اللي ما يداوي ابوك صدق كذا استريح تدري شلون ما يداوي الملعون هذا جيب 5000 حطها في الجيب وعلى الدكتور اليوم اريد اشوف. قول طب انا الدكتور وعد هاي الواسطه القويه ام 5000. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. ايش بيه المريض؟ ايش بيه؟ مت والله ضايج جبنا الونسه يمكم هنا بالمجزره نريد نشوف شلون تذبحون الناس يعني ايش بيه غير مريض. حتى ما طول عليكم الفيديو راح يكتب له باراسيتول على بنادول على بالبول ويعطيك شو يقول لك تعالي للعياده العصر عيادتي باليرمو كلو بالحارثيه تعالي وملك شغله علاجه يمي. فهي هاي المشكله انه كل الدكاتره بالمستشفيات الحكوميه عندهم عيادات خاصه بيهم لذلك ما يعالجك بالمستشفى الحكوميه لان ما بيها دفع قوي فيسوي لك نقله على العياده مالته هذا كله. ومن تروح للعياده تلقاه غير شكل كيوت هلا ابني استريح شنو مريض يا خسود عليه شفت عينك بالقول يا تلقى معقوله الدكتور كنت بالمستشفى الجزار اللي ملطخ دم ويستلمك القصب الزين. هناك كان جزار بالدم هنا لا جزار بالفلوس كشفيه 100 ما ادري ايش قد. الادويه مالته متفق ويا بالصيدليه الا تشتري من هاي الصيدليه يعني ماكو غير صيدليه بمنطقتنا اذا مو من هاي ماكو ما يصير زين. هم يصف هو يصلحك 100000 ابو الصيدليه يصلحك 100000 ابو التحاليل فد 100000 يعني يقعدوك على الحديده هيك من الاخير يعني هيك تطلع مشلول وما عندك تطلع تجدي بباب الدكتور جو محسنين الله عليكم ألف. طبعا هذا بغض النظر عن الوسخ اللي بالمستشفى على اخطاب زريبه يعني مو مستشفى والخياس والقاعد تلعب النفس الحياطين والثديات خوف كلها مليانه دم يعني حطوك عليها هيك تقوم ترجع جني يطلع لك هم جاي تموت. ها نسينا شغله يعني اذا انت هسه ماخذ مريض وجو احد ناس يريد يشوفوه النفر ب5000 النفر يدخل حتى يشوفه ب5000 حسب بس يشوفوه هيك على شنو شايفين؟ مصخره ملاطم مريض لا تجون حتى الجايه القشره مر ايدها تعال 25000 حتى تطببكم. لا يجيك هذا بالباب خلصت الزياره عيني احد يجدد اي مو طاب لعبه بالزوران احد يجدد يلا خذهم واطلع احد يجدد شنو ما عاد بايقين الفلوس احنا كل ساعه 25 ويجيك واحد اي والله انا اجدد انت اشوفه بعد اريد واللي رايح المستشفى اليرموك راح يعني صايره بكل هاي المواقف ما عدا الفيضانات اللي تصير السيول مرات تصير سيول بالشتاء سيول هيك ناس تسبح على الثديات يجيك مريض على الثديه هيك يجدف وخر. هاي كانت حلقتنا اليوم عن المستشفيات بالعراق او في بغداد يعني انا ما اعرف بالمحافظات اذا اكو احد من المحافظات خلي يسولف لنا على بالكومنتات على المستشفيات في محافظاتهم الحكوميه طبعا وليست الاهليه الكيوت لا الحكوميه. اذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي لايك واشتراك بالقناه لا ترى والله ما داويكم وشيروا المقطع شيروه اوكي داويكم شيروا المقطع اذا تحبونه شيروا المقطع بيس.